السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده سهلة وبسيطة، حاجة ما توقفش كتير في المطبخ وانتي بتعمليها. هنعمل النهاردة الجلاش بحشوة الكاستر أو المهلبية. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد وصفة سهلة وبسيطة. لو عندك لفة جلاش في الفريزر هتطلعيها، وعندك شوية لبن كمان هتعملي الحلاوة دي. شايفين يا جماعة؟ بجد حلوة جدا. وشايفة بقى انت لو بتشتري الصينيه دي من بره شوفي هتكلفك بكام. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه انا معايا هنا كيلو من اللبن، اللي هو اللبن الحليب يا جماعه. هحط له كده معلقتين من النشا، وهحط كمان معلقتين من الكاستر. لو حابه كله يبقى نشا او كله كاستر براحتك خالص. يبقى كيلو اللبن حطيت له معلقتين نشا، معلقتين كاستر. حطيتهم بقى كده الاول، وبعد كده هحط له كمان حوالي 5 معالق من السكر. بعد كده هقلب بقى كله على البارد الاول، بس هحط الاول كده كيس من الفانيليا. هقلب بقى اللبن مع النشا مع السكر والكاستر اللي حطيناهم، وكمان كيس من الفانيليا. هقلبهم على البارد الاول لحد كده ما اخلط كل المكونات بتاعت الاول، وبعد كده بقى ارفعها على النار. والنار بتاعتي بقى تكون عالية علشان يغلي معايا. رفعته الاول كده على نار عالية بالشكل ده كده يا جماعة. وطبعا طول ما انت واقفة بقى ايدك فيه لازم تقلبيه باستمرار، علشان كده ما يكتلش منك ويبقى قوامه كريمي بالشكل ده. ولازم تسيبيه يغلى معاكي كده، يعني حوالي غلوة كده او غلوتين، علشان تتأكدي ان النشا والكاستر اللي حطيناه استوى معانا. شايفين بيبقبق كده يا جماعة بالشكل ده. خلاص كده بقى جاهز معايا. هطفي بقى على النار، وبعد كده هجهز الصينية بتاعتي. دهنتها دهنة سمنة بالشكل ده كده. وجبت كمان لفة الجلاش معايا، او نص كيلو من الجلاش المتاح عندك اشتغلي بيه. ومعايا كمان هنا حوالي نص كوباية من السمنة. حطيت كده يا جماعة اول ورقة كده في الصينية بتاعتي بالشكل ده كده. شايفين معايا هنا نص كوباية من السمنة. هدهن بقى ورقة الجلاش بالسمنة كويس بالشكل ده كده. واهم حاجه تدهني بقى بين كل طبقه والتانيه بالسمنه علشان يطلع معاكي مورق زي ما شفناه كده في اول الفيديو. حطيت كمان كده الورقه التانيه، وهبدا برضو ادهنها بالسمنه كويس. دهنتها كده كلها بالشكل ده كده يا جماعه. وانا هحط نص لفه الجلاش تحت في الارضيه، وهسيب النص التاني على بال ما نحط الحشوه بتاعتنا. وعلشان بقى اقفل على الحشوه كويس بحط كده، جبت نص الورقه حطيتها جوه الصينيه والنص التاني بره الصينيه، علشان لما اجي احط الحشوه اقفل عليها بكل سهوله كده وما تخرجش وتتحرق مني. شايفين؟ حطيت كده يا جماعه نص الورقه كده من جوه، وهحط كمان نصها من بره. وكل ما ادهن ورقه وورقه لازم افرد عليها طبقه من السمنه كويسه. شايفين؟ كل ما بحط ورقه بدهنها كويس كده بالسمنه. وبرضو الناحيه التانية هحط برضو على الطرف التاني بتاع الصينية بتاعتي بالشكل ده. وهخلص بقى الجلاش بتاعي نص اللفة كلها بالشكل ده كده يا جماعة. وطبعا كل ما بتديني بين كل ورقة والتانية لازم تديني لفة دهن السمنة كويسة. بعد كده بقى هحط الحشوة اللي عملناها كده بالشكل ده. شايفين كريمية كده وما فيهاش اي تكتلات خالص بالشكل ده كده يا جماعة. نزلت حشوة الكاستر كلها بالشكل ده كده. وبعدين بقى الورق اللي بره اللي كنا حاطينه هقفل على الحشوه كويس بالشكل ده. وطبعا كل ورقه برضو بدخلها بدهنها دهنه سمنه كويسه كده بالشكل ده. بالشكل ده بقى الحشوه بتاعتك عمرها ما تخرج بره ابدا. قفلت كده على الحشوه كويس اهو يا جماعه. وبجيب كمان برضو الاطراف التانية كده وبقفل على الحشوه بتاعتي. شايفين؟ سهل وبسيط، ما خدش منك وقت خالص. ويا ريت بقى لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك، يا ريت تعملي لي لايك علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يتشاف. بدهن برضو السمنه بتاعتي يا جماعه بالشكل ده كده. وهجيب بقى نص اللفه التانية هفردها ورقه فوق ورقه، وبين كل ورقه والتانية دهنة سمنه كويسه. وهخلص بقى الكميه بتاعتي كلها كده بنفس الطريقه بالشكل ده كده اهو يا جماعه. وزي ما بقولك علشان يطلع مورق معاكي كده
لازم بين كل ورقة والتانية تقومي دهنها دهنة كويسة كده من السمنة. وطبعا بقى الجو حر بقى، عاوزة تعملي حاجة لولاد مسكرة وما تاخدش منك وقت خالص، هتعملي لهم الجلاش بالشكل ده. وهخلص بقى ورقات الجلاش كلها بتاعتي بنفس الطريقة. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة، ونرجع بقى علشان نقطعها مع بعض. هبدأ بقى اقطعه كده يا جماعة، حابة بقى تقطعيه يعني مربعات كبيرة صغيرة براحتك خالص. انا هقطعه كده لمربعات كبيرة بالشكل اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. يعني لو كل واحد اخد بقى قطعة هتبقى حلوة جدا جدا. وكمان الصاج بتاعنا ده كبير، عمل لنا كمية حلوة جدا. قطعته الاول كده بالطول بالشكل ده، وبعد كده هبدأ اقطعه برضو بالعرض اهو يا جماعة بالشكل ده كده. هقطع بقى الصينية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. وبعد ما قطعته بقى هبدأ بقى ادهن كده وش الجلاش بتاعي بالسمنة بالشكل ده. هدهن بقى وش الجلاش كله كده. وطبعا بقى في الوقت ده بكون مشغله الفرن على اعلى درجه حراره، وبشغل من فوق ومن تحت مع بعض، على اساس اللون بيبقى واخد من تحت ومن فوق كده مع بعض. لكن لو انتي عندك من تحت بس، هتشغلي من تحت بس الاول لحد ما تلاقي كده الاطراف اخدت لون. بعد كده هتطفي من تحت وتشغلي عليه الشوايه. ما بيقعدش يا جماعه حوالي يعني من 20 ل 25 دقيقه في الفرن، وبيطلع بقى بالجمال اللي هنشوفه دلوقتي. شايفين اول ما خرج معانا كده من الفرن يا جماعه وهو لسه سخن كده؟ كان عندي هنا شويه كده من الشربات. انت لو ما عندكش شويه شربات ممكن تعملي نص كوبايه سكر عليهم نص كوبايه ميه، وتحطهم يغلوا بس غلوتين كده. وبعد كده هتسقي بالجلاش بتاعك. عشان انا كان عندي شربات فما عملتش بقى شربات، عشان لسه كمان هزينه بصوصات كده معايا، فمش محتاجه بقى ان انا اسقيه شربات كتير ولا حاجه. حابه كمان تحطي عليه شويه سكر بودره كده وتسقيه كمان بكوبايه لبن، مفيش اي مشكله زي ما تحبي. انا كمان عملت كده صوص شوكولاته، هبدا اوزعها عليه كده بالشكل ده. ودي كده اختياري، يعني لو مش حابه الخطوه دي براحتك خالص. حابه تستكفي بالشربات بس هيبقى جميل جدا. لكن انا عشان الولاد بقى بحب احط لهم، يعني بيحبوا الشوكولاته، فبحب احطها لهم كده على الجلاش، بيبقى طعمه حلو جدا. عملت بقى اشكال رايح جاي كده بالشكل ده كده يا جماعه بالشوكولاته. بعد كده كمان كان عندي صوص من الكراميل، حطيته كده كمان فوق صوص الشوكولاته بالشكل ده. وزي ما بقولك دي خطوه اختياريه، لو مش حابه تعمليها ما تعمليهاش. بعد كده بقى هسيبه بقى يبرد شويه كده، وبعد كده بقى ابدا اقدمه معاكم. بعد كده بقى يا جماعه سيبته بس كده يبرد شويه بالشكل ده كده. بعد كده بقى هبدا اقدمه معاكم. شايفين؟ هبدا بقى اطلع قطع كده ونشوفها مع بعض. قد ايه الحشوه حلوه، قد ايه مورق جميل جدا، الطبقات بتاعته حلوه جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد حاجه كده جميله جدا. هتخشي تعمليه مش هياخد منك وقت خالص ولا واقفه كتير في المطبخ. وطبعا لو الوصفه عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.